الفترة اللي فاتت فاجئتنا الفنانة شريهان بظهور بنتها الكبيرة لولوا، والجمهور أول ما شاف لولوا اتفاجئ من الشبه الكبير بينها وبين مامتها، نفس الشكل وحتى طول الشعر. من وقتها بدأ الجمهور يسأل عن لولوا وليه سر إخفائها كل السنين اللي فاتت دي، وإيه علاقتها بالإعلامية إسعاد يونس مرات أبوها الأولى. لولوا هي بنت الملياردير الأردني علاء خواجة، اتولدت سنة 1997 واتخرجت من فترة وحصلت على ماجستير في علوم الطاقة والتجارة المالية. لولوا كانت السبب ان الفنانة اسعاد يونس تكتشف جواز شريهان من جوزها علاء الخواجة، واللي قعد فترة بشكل سري. القصة بدأت لما اتجوزت شريهان من جوز صاحبتها الملياردير علاء الخواجة، اللي كان متجوز من الإعلامية الكبيرة إسعاد يونس، وكانت خلفت منه 2، والدنيا بينهم كانت مستقرة جدا لحد ما دخلت شريهان بيتهم واتصاحبت على الاتنين، وبسبب مرورها بحالة نفسية صعبة بدأت تتكلم مع علاء الخواجة في السر، لحد ما اتفقوا انهم يتجوزوا في السر عشان خاطر اسعاد ما تعرفش. اتجوزت شريهان وبعد فترة حملت شريهان في لولوا، وهنا كان لازم تعلن خبر الجواز عشان الكل يعرف ويبقى ليها نصيب في ثروة ابوها. وعرفت شريهان الخبر للصحافة وقالت انها متجوزة من علاء وحامل في بنت. عرفت وقتها اسعاد الخبر من الصحافة وكانت صدمة كبيرة، وخصوصا ان شريهان كانت صاحبتها جامد ومعظم الوقت في بيتها. وقتها انكرت اسعاد الجواز وبدأت المواجهة بينها وبين صاحبة عمرها، لكن مرة واحدة اختفى الموضوع واعلنت شريهان اصابتها بالداء الخبيث بعد ما كانت خلفت بنتها تالية القرآن. والمفاجأة للكل ان اسعاد هي اللي اهتمت بشريهان وكانت بتراعيها وبتهتم فيها، ورجعت الصحوبية بينهم تاني بعد ما كانوا اعداء. وبعد شريهان ما اتعالجت طلعت وشكرت اسعاد على وقوفها جنبها في ازمتها. الغريبه بقى ان لولوا بقت بتحب اسعاد يونس جدا وبتعتبرها امها التانية، ومعظم الوقت كانت عندها. وحتى لما اتخرجت لولوا اسعاد اول واحده باركت لها. شريهان من فتره اتكلمت عن دور بنتها لولوا الكبير في حياتها، وقالت انها السبب اللي علشانه كانت بتاخد الادويه ومصره تتعالج وتخرج من الازمه الكبيره اللي كانت فيها. وده ظهر في رساله نشرتها شريهان لبنتها لولوا، قالت لها فيها: شكرا على كل حاجه عملتيها، شرفتيني وشرفتي اهلك واخواتك وابوكي، انا فخوره انك بنتي وانك تستحقي اكون والدتك. لولوا مش بنت شريهان الوحيده، عندها بنت كمان اسمها تالية القرآن، ودي جابتها بعد قصه كبيره جدا حكيتها شريهان وكشفتها للجمهور. لولوا كانت بتطلب من امها كتير انها عايزه اخوات، وفعلا شريهان كانت عايزه تخلف تاني، ولفت على دكاتره كتير جدا والكل قال لها مستحيل بسبب تعب كان عندها، بس ما فقدتش الامل نهائي، بالعكس كانت بتدعي ربنا كتير جدا. لحد ما في يوم سافرت تحج في السعوديه وهي قدام الكعبه قاعده في الخيمه، دعت ربنا وقالت له: يا رب انا نفسي في بنت، ولو جبتها هسميها مريم او تالية القرآن. ولما رجعت رحت للدكاتره وقلت لهم اني مصممه اخلف، قالوا مستحيل لان الحمل ممكن يرجع لي التعب تاني ويخليه نشط. كملت وربنا رزقني ببنت وسميتها تالية القرآن. شريهان كانت على مدار السنين اللي فاتت حريصة ان بناتها يكونوا بعيد عن الاعلام، ورغم كده برضو كان كل فترة بتنشر ليهم صور بتظهر الشبه الكبير بينهم وبين مامتهم.